هحكي لك قصة طالب الثانوية العامة الفاشل واللي جاب مجموع في الآخر ودخل كلية من كليات القمة. السلام عليكم، أهلا بيك صديقي في فيديو جديد. أنا عبد الرحمن أحمد من قناة لايت أوف داركنس نور الضلمة، وجاي أكلمك في فيديو جديد ده إن شاء الله عن قصة طالب الثانوية العامة الفاشل بس قدر وعرف إنه يجيب مجموع في الآخر يدخله كلية من كليات القمة. القصة اللي هحكيها لك دي هي قصة واقعية مليون في المية، قصة حصلت بالفعل ومفيش أي حاجة منها محرفة أو أي حاجة فيها زيادة أو أي حاجة فيها تأليف، يعني كل حاجة فيها كانت واقعية. القصة بتبدأ مع صاحبنا وهو مخلص درس الفيزياء وشاف درجته في الامتحان واللي كانت 8 من 10 بعد ما كان قفل أول امتحانين 10 من 10 وآخر امتحانين كانوا 8 من 10. فجه واحد صاحبه مسك ورقة الامتحان بتاعته كده وشاف الحاجات اللي هو غلطان فيها والحاجات اللي هو واقع فيها وقال له انت بتغلط في حاجات تافهة قوي، انت المفروض تقفل الامتحان ده. فصاحبنا بص لصاحبه كده وابتسم له ابتسامة خفيفة وما ردش عليه لانه كان حاسس بان في حاجة غلط، وصاحبه اكد له ان فعلا في مشكلة، وبقى يخرج من كل امتحان فيزياء وهو ناقص درجات كتير والدنيا بقت بتقع منه والوضع من سيء الى اسوأ. ففكر انه يهتم بباقي المواد التانية شوية، فكر في العربي وفعلا كان ماشي بشكل كويس جدا وكان ماشي بشكل حلو وكان بيجاوب وكان مركز، وفكر كمان في الكيمياء وفي الرياضة وفعلا كان ماشي في المواد دي كويس جدا في الاول وكان ماشي بشكل حلو جدا. لكن جت عليه لحظة وادرك فيها ان في حاجات كتيرة جدا عمالة بتقع منه، وتقريبا ده كان بعد اول 4 شهور بس من الثانوية العامة. حاجات كتيرة جدا عمالة تقع منه وهو مش عارف يلحقها منين ولا منين. ففكر انه يهتم بالمادة اللي هو بيحبها والمادة اللي هو متفوق فيها وهي الانجليزي، ولكن ادرك حاجة مهمة جدا جدا واكدت له اكتر ان في مشكلة فعلا بتحصل معاه، والمشكلة هي انه كان بيلاقي نفسه مثلا في الحصة او في الدرس بيجاوب بشكل كويس جدا ويبقى مذاكر ويبقى مركز، لكن تيجي مثلا قدامه ورقة امتحان يلاقي نفسه فيها ناقص بال10 درجات واكتر، ويكون مثلا الامتحان من 40 درجة. فصاحبنا ده بدأ انه يدخل في حالة اكتئاب لوحده كده مع نفسه، لانه في السنة دي كان متعلق ب2 صحابه هو كان بيحبهم جدا وكان متعلق بيهم جدا، لكن حصل خلاف بينه وبينهم وبقى لوحده وبقى مع نفسه كده. فهو ما كانش عنده الصاحب اللي يشتكي له واللي يفضفض له كل حاجة بتحصل معاه، كل حاجة مضايقاه، وبقى بيواجه السنة دي لوحده بكل حاجة فيها. حاول انه يعمل اي حاجة بعد ما استسلم الامر الواقع، وهو انه مهما ذاكر ومهما اجتهد مش هيجيب اي درجة حلوة في اي امتحان ورقي. فبدأ انه يلم اجزاء من المادة دي واجزاء من مادة تانية لحد ما خلاص بدأ انه يحس ان هو ماشي صح مع نفسه بعيدا عن درجاته في امتحانات الدروس. لكن صاحبنا بطل القصة دي كان بيواجه حاجة تانية، وهي كلام من الاهل تحديدا من ابوه الله يرحمه، واللي كان بيقول له يبقى قابلني لو جبت مجموع يدخلك تجارة او حقوق بالدرجات دي او المذاكرة دي. فصاحبنا ده كان بيتضايق جدا لانه مكانش لاقي حد يسمعه او حد يفهمه، ولكن في نفس الوقت هو كان عارف ان ابوه الله يرحمه كان قصده انه يشجعه، كان قصده انه يحفزه عشان يذاكر اكتر. فصاحبنا كان بيواجه فشل في الدروس، وحدة، مواد متراكمة عليه، وكلام محبط جدا بالنسبة له من الأهل، وأحيانا كان بيقابل مقارنات هو كان بيبقى فيها دايما خسران. بس صاحبنا ده ما استسلمش وكان شعاره هو never give up، يعني مش هيستسلم أبدا مهما حصل معاه. بس صاحبنا ده رغم كل الفشل اللي هو فيه كان بيستعين بربه وكان بيصلي وكان بيقعد كده على المصلية وراسه مرفوعة لفوق وكان بيقول ليه يا رب كده؟ ليه كل ده؟ فصاحبنا يكمل دراسته وحياته بشكل طبيعي جدا وأكن مفيش أي حاجة بتحصل معاه وأكنه يعني اتعود على الفشل، بس في الحقيقة هو عمره ما اقتنع من جواه إنه فاشل ولو للحظة واحدة. صاحبنا كان دفعة الكورونا واللي قعد تقريبا 2 شهر من غير دروس، من غير حتى ما يخرج من البيت بسبب حظر تجول، ومن غير حتى ما يقابل صحابه ولا يشوف حد، ومن غير حاجات كتيرة جدا كان ممكن انها تساعده نفسيا. فحاول انه يستغل الفترة دي في انه يذاكر ويلم كل المتراكم عليه ويحل كمان امتحانات كتير، وفعلا ده اللي بدأ يعمله كل يوم.
لحد ما يوصل لدرجة انه لموا كل المتراكم عليه، واي حاجة كانت صعبة بالنسبة له عرف يفهمها وعرف يحلها لوحده لحد ما جه وقت الامتحانات، واللي بالمناسبة اتأجلت مرتين بسبب الكورونا برضه. وفي ليلة أول امتحان واللي كان امتحان العربي، يدخل أبوه الله يرحمه عليه الأوضة كده ويسأله أنت جاهز لامتحان بكرة؟ وفي اللحظة دي هو حس بالاهتمام وحس إن جواه كلام كتير جدا هو عايز يقوله وعايز يطلعه، وبقى بيرد على أبوه وهو بيدمع وبيرد عليه وبيقول له أيوه أنا جاهز، أنا جاهز للامتحان ده، أنا مذاكر كويس جدا وحليت كويس جدا وحليت كتير ومتأكد وواثق إن أنا مش هخذلك، لأن أنا تعبت وموجودي وتعبي ده أنا واثق في ربنا إنه مش هيضيع على الفاضي، وجه الوقت اللي أثبت لك فيه ده، وجه الوقت اللي أنا كنت مستنيه. وهو رايح امتحان العربي ينزل معاه أبوه ويوصله، كان نوع يعني من التشجيع والتحفيز كده، وطبعا كل الناس كانت بالكمامة ما عدا أبوه، وطبعا كان صاحبنا خايف عليه جدا وكان عايزه يمشي، لكن أبوه عاند وقال لا انا مستنيك لحد ما تطلع. بس صاحبنا كان عارف ان الوقفه في الزحمه دي غلط جدا على ابوه، لانه كان مريض سكر وضغط وهو كانش معاه كمان كمامه. بس بعدها يلاحظ صاحبنا نظرات ابوه ليه، نظرات كانت كلها عباره عن فخر وفرحه كده، وحس كده بان ابوه بيقول انه خلاص عمل كل اللي عليه وقدم مهمته في الدنيا دي بنجاح، وانه خلاص مش محتاج حاجه تاني. وصاحبنا رغم كل الفشل وكل الظروف اللي هو اتحط فيها طول السنة، فصاحبنا ده من وسط كل الطلبة اللي كانوا داخلين يمتحنوا هو الوحيد تقريبا اللي كان بيضحك وكان نفسيا جاهز كويس جدا للامتحان ده، وكان حرفيا تحس انه داخل امتحان، داخل ياكل الامتحان وداخل مش خايف من اي حاجة، واكن الامتحان ده مش امتحان تحديد مستقبل يعني، واكنه مش امتحان ثانوية عامة مثلا. وفعلا يخلص اول امتحان ويعدي معاه على خير، ولكن من بعدها بدأت تظهر أعراض المرض وأعراض التعب بشكل كبير جدا على أبوه، لحد ما ثبت فعلا إنه مريض بالكورونا وإنه مصاب بيها واتحجز فعلا في المستشفى. وكل دي أحداث بتحصل معاه في وقت الامتحانات بتاعته، في أيام الامتحانات، وكان هو بيحاول على قد ما يقدر إنه يذاكر ويجتهد رغم الظروف دي ورغم التعب النفسي اللي هو عدى بيه طول السنة، ورغم تعب أبوه كان بيحاول برضه إنه يكمل، وكمان كان بيحاول قد ما يقدر انه يحافظ على نفسه نفسيا علشان يقدر يكمل الامتحانات على خير ويجيب مجموع ويفرح ابوه. لحد ما جه يوم 7/7/2020 يوم امتحان الفيزياء، وابوه كان محجوز في المستشفى ومش قادر انه يتكلم، بس يتصل على صاحبنا عشان عايز يطمن عليه ويعرف هو عمل ايه في الامتحان. فصاحبنا يرد عليه ويقول له ما تقلقش ما تخافش من اي حاجه، كل حاجه تحت السيطره. فيرد عليه ابوه يقول له الحمد لله عقبال الباقي. بعدين ابوه يقول له كلمه اثرت فيه بشكل كبير جدا، انت راجل ها. صاحبنا سمع الكلمه دي وحس ان في حاجه غلط، حس انه خلاص مش مطمن، وبقى حاسس ان فعلا ابوه مش راجع تاني ومش هيشوف ابوه تاني، ولكن كان بيحاول يصبر نفسه يعني. لحد ما تاني يوم جه وهو يوم 8/7/2020 وعرف خبر وفاة ابوه. وقتها هو نزل على الفيس حاجة بيقول فيها انه كان نفسه انه يفرحه، فطبعا راح المستشفى عشان يشوف ابوه لاخر مرة وهو بيعيط ومنهار، ولكن برضه هو كان بيحاول انه يصبر نفسه لحد ما دخل شاف ابوه، واول ما شافه بدأ انه ينهار ووقع على الارض. بس لاحظ حاجة مهمة جدا، لاحظ ضحكة وابتسامة ابوه الخفيفة اللي كانت موجودة على وشه، واللي كان مستغرب قوي اللي هو ازاي انت متوفي وفي نفس الوقت بتبتسم وبتضحك كده. وبسبب الضحكه دي بس او بسبب الابتسامه دي بس هو حس انه جات له ثقه تاني من الاول، وحس انه هيقدر انه يكمل الامتحانات، وحس لاخر مره في الدنيا دي ان ابوه بيطمنه وان ابوه فرحان بيه. صاحبنا اهله سالوه وقالوا له هتكمل امتحانات ولا لا، بس هو طبعا كان خلاص خد قراره وهو انه هيكمل امتحانات طبعا، وتقريبا كان ناقص له 4 امتحانات بس. وشوف رغم كل حاجه حصلت معاه في السنه دي، رغم كل لحظه فشل، رغم كل لحظه وحده هو حس بيها، رغم كل كلمه وحشه اتقالت له، رغم وفاه ابوه في ايام الامتحانات في اصعب وقت ممكن يعدي على اي حد في حياته، الا انه جاب في الاخر مجموع 82% وجاب مجموع يعني كويس اهو بالنسبه لظروفه، وكمان جات له في نتيجه التنسيق كليه من كليات القمه وهي كليه العلوم. طيب نستفاد ايه بقى من القصه دي؟
اولا نعرف ان نصيبنا كده كده مكتوب لينا، مهما حاولنا نغيره ومهما حاولنا نعمل اي حاجه، ونقول الحمد لله على كل حال ونرضى باللي مكتوب لينا. تكمل سعي وشغل مهما كانت النتيجه في اللحظه دي، وتتاكد مليون في الميه ان ربنا مش هيضيع تعبك ابدا، وفي الاخر هتلاقي نتيجه ترضيك. اوعى تيجي في بالك فكره الاستسلام، ما تستسلمش ابدا مهما حصل معاك. مهما وقعت ارجع وقوم تاني اقوى من الاول وكمل سعي. واخر حاجه وهي ان نظره الانسان لحياته ولمستقبله قليله جدا وصغيره جدا بالنسبه لترتيبات ربنا وقضاءه وقدره. وبكده يا صديقي نكون خلاص وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تقول لي بقى استفدت حاجه من القصه دي او استفدت حاجه من الفيديو ده، يا ريت تقول لي تحت وتشاركني بيها تحت في التعليقات. ولو انت بتشوفني من اليوتيوب ما تنسانيش بقى بالاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وكمان تعمل لايك. ولو انت بتشوفني من صفحه الفيسبوك واللي هسيب لك صورتها هنا تقريبا او هنا يعني ايا كان، ولو انت بتقابلني يعني او شفتني يعني في الفيسبوك ما تنسانيش بالفولو الجميل بتاعك، وتقول لي برضو رايك عن الفيديو في التعليقات تحت. وبس يا صديقي اشوفك ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. سلام.